2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في البداية صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو ده مهم جدا. كريستيانو رونالدو بيحارب من أجل البقاء في مونديال قطر. احنا عارفين إن كريستيانو رونالدو لم يحقق مباراة، يعني لم يحقق بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال نهائيا، وده طبعا البطولة الوحيدة اللي ما قدرش يحققها. علشان كده لاعب بحجم كريستيانو رونالدو بيحارب من أجل البقاء، وبالذات في مونديال قطر ان الفرصه يعني هي الاقرب ان البرتغال يصل للنهائي. البرتغال بقياده كريستيانو رونالدو مش عايز يتخلى وبيحارب من اجل البقاء، ولكن المباراة القادمة للبرتغال هي اللي ممكن تحدد هل كريستيانو هيقدر ان هو يصل للمربع الذهبي بالبرتغال، او ان هو يصل للنهائي ويكون لأول مرة في حياته يلعب نهائي كأس العالم مع منتخب البرتغال. طبعا منتخب البرتغال بيستعد للمواجهة القادمة، والمواجهة القادمة اللي هتبقى امام منتخب سويسرا. طبعا هتكون ختام دور ال16، هي مباراة البرتغال وسويسرا. مباراة البرتغال وسويسرا هتبقى يوم الثلاثاء 6 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت السعودية، و11 بتوقيت الإمارات. المباراة دي اللي بناء عليها هيتحدد هل البرتغال قادر على ان هو يكمل في مونديال قطر، ام كريستيانو رونالدو احلامه هتتحطم ومش هيقدر. وخاصه ان كريستيانو وميسي بينافسوا بعض، وميسي قدر ان هو يكون في ربع النهائي بمنتخب الارجنتين وهو هيواجه هولندا. الارجنتين هتواجه هولندا، يبقى ميسي كده قدر ان هو يكون في النهائي، قدر يكون في ربع النهائي. هل كريستيانو رونالدو هيقدر ان يوصل بالبرتغال للمربع الذهبي؟ وبرضه مستني توقعاتكم عن من هو بطل العالم 2022. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت تعمل لايك وشير، مهم جدا عشان تصلك فيديوهاتنا اول باول، وتشرفنا باشتراكك في القناه. والسلام.